اهلا بكم من جديد في قناه مدحت علي على اليوتيوب. النهارده هنقول حاجه كده، معلومه على الماشي. تعمل ايه في الجو لما يبقى كده؟ طبعا لما بتلاقي الجو كده، اول حاجه بتعملها تقوم مشغل انتظار. طيب وزي اللي قدامي ده كده مثلا، الاخ ده مشغل انتظار وماشي. طب واللي واقف على جنب ده يعمل ايه؟ فخلينا الانتظار ده لما تكون هتقف. لكن الصح ان انت تعمل ايه؟ تفتح النور الصغير، تفتح اول تكه كده وتسيبه. النور الصغير ده هينور معاك ورا وهيتشاف في الشبوره. لكن لما جاء الانتظار كده، انت لو هتاخد يمين او شمال مش اللي وراك مش هيعرف. تمام. فالانتظار ده خليه بس لما تكون هتقف على جنب، يعني في عربيات تقف على جنب اوريدي فعلا مشغله الانتظار. لكن لما تبقى ماشي في الطريق، خليك منور النور صغير زي الميكروباص الابيض اللي هناك. بلاش تشغل الانتظار طول ما انت ماشي، لان انا كده مش فاهم انت هتقف ولا هتكمل. تمام. يعني زي كده هو ايه، ادى اشاره ان هو داخل ايه، داخل شمال. منور النور الصغير ده اصح حاجه نعملها في الشط. دلوقتي العربيه احنا قافلين الازاز طبعا عشان السقعه والجو برد والجو شبوره والكلام ده كله. نتصرف ازاي؟ لان هنلاقي الازاز بدا ان هو يشبر من جوه. في الحاله دي ان انت نزل الازاز، طرفه الازاز اللي جنبك حاجه بسيطه خالص. تمام. هتشيل لك الشبوره اللي اتكونت جوه وانت ماشي. طب افرض انت مش قادر تعمل كده وحاسس ان الجو هيبقى ساقع عليك، في الحاله دي هتعمل ايه؟ تقفل الازاز كله. تمام كده، قفلنا الازاز كله وبتبدا ان انت تشغل التكييف. حط البكره الاحمر دي تحطها على النص. تمام كده، حطها على النص وتفتح سرعة المروحة على 1 أو 2. تمام. وتشغل الاي سي. في الحالة دي هيجيلك هواء دافي. تمام. وفي نفس الوقت الكباس شغال بيلم الرطوبة اللي جوه. يلم لك الرطوبة اللي جوه الايه؟ يلم لك الرطوبة اللي جوه الكابينة. فهتبص تلاقي ان الشبورة اللي على الازاز دي شوية هتلاقيها اختفت. طب لو الازاز الخلفي والمرايات، الزرار اللي هو مرسوم عليه علامه الايه اللي احنا قلنا عليه قبل كده في الحلقه اللي انتوا تشوفوا الاي بتاعها دلوقتي فوق، اللي هي ازاي تتخلص من الشبوره اللي بتكون جوه. تمام. بتدوس عليه. هو المفروض في بعض العربيات بيطفي لوحده بعد 10 دقايق او 5 دقايق. بس انت يستحسن ان انت ايه تطفيه بعد دقيقه او 2 عشان ما يبوظلكش الازاز او يكسر الازاز اللي ورا ولا حاجه. بس ما تقلقش، يعني انت حتى لو نسيته هو يطفي نفسه. تمام. ده المفروض ان هو بيسخن الازاز اللي ورا والمرايات، زي لو كانت المرايات فيها امكانيه التسخين. تمام كده. هتلاقي بص الشبوره اللي كانت اتكونت على الازاز مجرد ما اتكلمنا راحت. تمام كده. في الحاله دي هي بس هتكلفك بس شويه ان انت ايه شغلت التكييف الساقع وانت ماشي. زي ما قلنا برده في الحاله اللي هتظهر قدامكم دي، ان احنا ما عندناش حاجه اسمها تكييف سخن في العربيه. احنا بناخد من دوره التبريد السخونه بتاعتها وبنشغله سخن. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم.